أهلا بكم. نستهل جولتنا الصحفية من فرنسا وصحيفة ليكيب التي تابعت سقطة باريس سان جيرمان القوية أمام نيس، وكتبت: نادي العاصمة فتح بخسارته طريقا ملكيا أمام موناكو. ليكيب ذكرت نيس الذي لم يسقط على أرضه هذا الموسم نجح في محاصرة لاعبي باريس سان جيرمان الذين فشلوا في إحباط خطة لوسيان فافر في صدام الجولة 35 من الدوري الفرنسي. وبتراجعهم ب3 نقاط وراء موناكو يكون الباريسيون قد مهدوا الطريق لموناكو وقربوه من لقب الليغ 1. نتحول صوب انجلترا وصحيفة ميرور التي كتبت: توتنهام يلغي سانت توترينغهامز داي بعد أن أمن إنهاء الموسم متقدما على أرسنال. الصحيفة كتبت أن ديلي علي وهاري كين مكن توتنهام من حسم ديربي شمال لندن الأخير على ملعب وايت هارت لين. أضافت أن هذا الفوز أسهم في محافظة توتنهام على أمله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما جعله يؤمن إنهاء الموسم متقدما على أرسنال لأول مرة منذ 1995 ليحرم جماهير الجانرز من الاحتفال بسان توترينغهام دايز الذي كانت تحتفل به حين يؤكد أرسنال إنهاء الموسم متقدما على توتنهام. فان فولسفينكل يهدي فيتسي أرنيم أول لقب، عنوان طلعه في مجلة فوتبول انترناسيونال المجلة الهولندية. أوضحت أن نادي فيتسي أرنيم وبفوزه بكأس هولندا يكون قد فتح خزانته لأول لقب في تاريخ ممتد ل 125 عاما. كان ذلك بملعب الكاوب بروتردام حين هزم فيتسي منافسه الكمار بهدفين نظيفين وقعهما فان فولسفينكل ليكون بذلك رجل مباراة نهائية. مباراة رأت المجلة بأنها كانت مخيبة من حيث المستوى الفني.